خلاص انسى ان حد ياخد جايزة رجل المباراة بعد كده غير وسام ابو علي. حضر الدوري متأخر ومع ذلك عنده 14 هدف، ده غير انه بيصنع اهداف كمان. بسم الله ما شاء الله، مهاجم بمعنى الكلمة. قلت في الفيديو اللي فات ان وسام ابو علي لو كمل على كده هيكون مهاجم سفاح. الراجل ما فيش كورة ما بيحاولش عليها، مجهود بدني جبار على اعلى مستوى، بس ربنا يبعد عنه الاصابات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاهلي بيفوز على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدف وحيد بقيادة نجم هجوم الدوري المصري وسام ابو علي النجم الفلسطيني، اللي لعب 16 مباراة وسجل 14 هدف وصنع 6 اهداف. بسم الله ما شاء الله. والحقيقة كنت بتمنى وسام ابو علي اللي يشوط ركلة الجزاء، انما دي وجهة نظر المدير الفني طبعا كولر. بس الحقيقه وسام ابو علي مجتهد جدا، وعلشان كده ربنا بيكافئه وبيوفقه. وفي لقطه جميله جدا وهي لحظه خروج وسام ابو علي ونزول كهربا، عايز يقف عندها شويه. كهربا نازل فرحان جدا بالمكسب وبيحيي وسام ابو علي وهو خارج وفرحان بيه، رغم ان الراجل بيلعب عليه زي وكمان يعني نازل دقيقتين 3 لكنه فرحان. علشان كده الاهلي بينجح، وده سر النجاح. فعلا اللعيبه كلها عندها انكار ذات غير طبيعي وبيحبوا الخير لبعض، والدليل ان كل اللي بينزل لو حتى دقيقه واحده او 5 دقيقتين 5 دقائق بيلعب ال5 دقائق او الدقيقتين بحماس وبجديه، لان مصلحه الفريق اهم من الاشخاص. والحقيقه دي تحسب لكولر المدير الفني للفريق على الروتيشن والتدوير اللي بيعمله ما بين اللعيبه كلها. والنهارده كولر بيحقق رقم مانويل جوزيه، المباراة الرقم 17 على التوالي، المباراة رقم 17 على التوالي بيحقق الفوز، ولسه هيكسر ارقام كتير لان لسه الدوري فيه مباريات كتير. انا عارف ان ناس كتير هتعلق على ضربة الجزاء اللي احتسبت للاهلي، ولكن نتيجة المباراة اكيد هتسكت الناس دي وتعرفهم ان الاهلي ما بيكسبش بالتحكيم ولا حاجة، والاهلي دايما بيكسب وعارف بيعمل ايه، وبيجيب هدف واثنين وثلاثة وبيزود غلته من الاهداف. واعتقد الدوري كده بنسبة 100% اتحسم، واعتقد كمان ان الاهلي الفترة الجاية هينيم افريقيا كلها من المغرب او من العصر، معرفش بالظبط. وعاوز اقول للزمالك هارد لك على الهزيمة من المقاولين العرب 2-1. مبروك لكل جماهير الاهلي وللعيبه والجهاز الفني، ومبروك لوسام ابو علي بالتحديد على الفوز بجائزه رجل المباراه اللي في اعتقادي هيحتكرها الفتره اللي جايه. وان شاء الله وسام ابو علي يكون هداف الدوري وباهداف كتير، مش 14 او 15 او 16، لا اهداف كتير. ان شاء الله بكره نحلل اهداف الاهلي مع بعض في مباراه سيراميكا، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.